السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ كده ونقول هنعمل ايه. نصلي دايما على سيدنا محمد. دايما حاجة تتبارك كده ويبقى فيها بركة ان شاء الله. احنا النهاردة هنعمل جلاش بس بطريقة مختلفة، هي جلاش وكيكة في نفس الوقت. يلا بقى نصلي ونسلم على الرسول تاني ونبدأ نعمل الشربات بتاعنا علشان ينهض، يكون بارد كده ويبقى حلو. يبقى كوباية سكر وبرده كوباية تاني هي، يبقى كوبايتين سكر هما على ايه، يعتبر كوبايه ايه ميه، ونسيبهم بقى يفوروا مع بعض. يبقى كده الشربات بتاعنا خلص. عايزين يبقى تقيل ويبقى حلو. يبقى خلاص بعد ما السكر بالميه فار، كوبايتين سكر على كوبايه ميه، نروح نازلين كده بعصره الليمون معانا اهو. نسيبها بقى 5 دقايق ونوريكم علشان نسيبها تبرد ونبدا في الايه الجلاش. يبقى خلاص كده الشربات استوى. شايفين احنا عايزين بالايه بالدرجه ده عشان يبقى تقيل، علشان الايه الكيكه بتاعتنا اللي هي الجلاش يبقى طعمه حلو. بقى نازلين برشه الفانيليا هي، ونسيبه بقى يبرد خالص كده علشان نشتغل في الجلاش ايه بتاعنا. يبقى انا جبت معايا صينيه الومنيوم كده وحطيت فيها ورقه زبده. لو حداك صينيه تيفال ممكن تستغنى عن ورقه الزبده، فانا علشان هستعمل في الومنيوم فجبت ورقه زبده وحطيتها. يبقى هنجيب بقى الجلاش بتاعنا. ادي اول واحده اهي. بصي لو هو متكسر، لو هو اي حاجه تروحي جايباه كده عامله زي الورده كده ورصاه في الجنب اهو. برضو تروحي جايبه الورقه دي كده ورقه براحتنا خالص اهي. تروحي جايباه من النص كده اهو، ونازله ايه يعتبر ايه عاملاه ورده كده او مكعبراه كده يعني ايه بالفلاح. وتروحي برضو جايبه الورقه تانية كده اهي، وبرضو ايه عامله ايه زي الورده كده. بسم الله ما شاء الله. نكمل بقى الرص اهو برضو كذلك الامر كده. يبقى نكمل راس كده مع بعض الصينيه ونوريكم بقى ايه احلى جلاش واحلى ايه كيكه. زي ما انتم شايفين كده خلصنا راس الجلاش اهو. نروح جايبين فاتحينه كده وجايبين شويه زبيب او عندك مثلا اي مكسرات. بصوا طعم كل واحده كده بينها وبين بعضها اهي تفتحها كده وتحطي فيها عندك سوداني، عندك زبيب، عندك اي مكسرات. برضو معايا برضو جوز الهند اهي على كل واحده كده وتقفلي اهي، تقفلي كده اهي. لازم الطعمين كله علشان يبقى ايه محشي وكله جميل. شايفين؟ يلا بقى نحط نعمل اللي هي الخلطه بتاعته. يبقى رحنا جايبين اللهم صل على النبي طبق كده، وجبنا كوبايه لبن، كوبايه او كوبايه ونص لبن على مقدار الصينيه، بس دي يعتبر مقاس 32 في الصينيه. ونروح نازلين بمعلقتين سكر، معلقتين بس عشان الشربات بتاعنا هنضيف عليه. وجبنا معلقه زي نص كوبايه سمنه اهي. نروح برضو نازلين البيضه اهي. ونروح برضو جايبين ايه زي معلقه ونص ايه نشا كده اهي. ونروح بقى مجلدين المكونات كده مع بعضها اهي. ممكن تستعملي الخلاط، ممكن تستعملي مضرب، فانا بقول يعني ايه مش مستاهله عملتها بالايه المعلقه اهي. عشان السمنه ممكن تستبدلي نصها سمنه ونصها زيت، بس في الجلاش بالذات مش تعملي زيت علشان مش يبقى ايه ناشف منك اهو. نقلب كده مع بعض فضيت كده على قد ما نقدر. ونروح بقى نازلين فين عادي بالايه، ونجيب معانا برضو نسينا برضو نحط اللي هو الايه اساس الوصفه اللي هو الايه البيكنج باودر بتاعنا اهو معلقه كبيره او باكو بيكنج باودر اهو كده خلاص. يبقى نروح بقى نازلين بالخليط دي كده على الجلاش بتاعنا الجميل ده اهو. بسم الله ما شاء الله. شايفين اهو. وندخله الفرن بقى على درجه حراره بصوا يعني يعتبر 180، ونوريها لكم لما تطلع من الفرن. يبقى كده بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهي. بصوا يعني مش قادره اقول لكم شكلها عامل ازاي. بصوا اهي شكلها روعه روعه روعه. يلا مع بعض كده نشيل ورقه الزبده دي اهي اهي. شايفين اهي. نشيلها بقى من على ورقه الزبده كده ونوريكم. خلاص زي ما انتم شايفين فضيناها كده في طبق كده
ويلا بقى نسجل ايه الشربات كده زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله، جميله وناجحه وممتازه. دي يعتبر جلاش، وفي نفس الوقت اللي هي الايه كيكه، عشان البيكنج باودر والحاجات اللي احنا ايه ضفناها لها البيض والحاجات. ما شاء الله. على فكره ممكن تعملها من غير بيض خالص ومش هتكلفي نفسك برضو، بس انا حبيت ايه اعملها معاكم لاول مره كده يعني اهو كده. يلا مع بعض نجيب السكينه بقى ونوريكم هي الممرجه وبتبقى ازاي. يبقى يلا مع بعض نقطع حته كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. جميله. بصوا مش قادره اقول لكم هي شكلها عامل ازاي اهي، شايفين؟ هوريكم بقى حته اهي. بصوا يعني مش قادره اقول لكم نظامها ايه. بصوا شفتوا التوريقه الحلوه دي اهو، ما شاء الله زي العسل اهو. شايفين المنظر زي العسل، بألف هنا وصحه. يا ريت كل اللي يشوف الفيديو لو عجبه يعمل اشتراك لإلي، واكون جزيله الشكر ومع الف سلامه. ودايما زي ما اتعودنا نسيبكم على لا اله الا الله.